اهلا بكم في حلقة جديدة من ارت لاب. انا احمد عبودة، وفيلم النهاردة ذا بلاتفورم. فيلم ذا بلاتفورم او الهويو يعني الحفرة هو فيلم اسباني من انتاج 2020، وهو فيلم رعب وخيال علمي وتشويق. الفيلم بيحكي قصة واحد مثقف بيدخل سجن بيتشبه بالجحيم بمزاجه عشان يحضر دبلومة. هو عبارة عن سجن رأسي، زنزانة في كل دور، وكل دور فيه 2 مصدر واحد بس للأكل، ودقيقتين بس عشان ياكلوا يوميا، وجحيم لا نهائي جوه الحفرة. الفيلم من إخراج جالدر جاستيلو روتيا، وهو مخرج أسباني حديث إلى حد ما، ومن كتابة ديفيد دي سولا وبيدرو ريفيرو، وهما الاتنين الكتاب موجودين جوه مشهد في الفيلم. في واحدة من الأدوار بنلاقيهم قاعدين في زي حوض سباحة صغير كده بيعوموا فيه هما الاتنين، وهم دول كتاب الفيلم. مدير التصوير هو جون دومينجز، والموسيقى من أرانزازو كاليها. الفيلم بطولة ايفان مساجوي في دور جورينج، وجدير هنا بالذكر ان هو هيحتاج يخس 12 كيلو اثناء احداث الفيلم بالتدريج، فعشان كده الفيلم اتصور بالترتيب، ودي حاجة غير شائعة في السينما. الفيلم بيبدأ من أهم مكان فيه، وهو المطبخ. بنشوف شيف محترف جدا، دقيق جدا في عمله، بيركز جدا في التفاصيل. الموضوع بالنسبة له فن أكتر منه طبخ. بعد كده بنشوف عين بتتفتح، دي عينينا احنا بالظبط. احنا بنتابع الفيلم مع جورينج اللي هو بطل الفيلم مشهد بمشهد. مفيش مشاهد هو مش موجود فيها احنا موجودين فيها، مفيش معلومة هو ما يعرفهاش احنا نعرفها، اللي هو يعرفه احنا نعرفه، واللي هو ما يعرفوش احنا لسه ما نعرفوش. بنكتشف معاه الاحداث، وبيتفتح الفيلم قدامنا زي ما الاحداث بتتفتح قدامه بالظبط. ودي برضه تشبيه، لان الفيلم ده بيفتح عينينا على الحقيقة. بنشوف جورينج بيصحى في اوضة في زنزانة مربعة، مكان كله بسيط جدا، قدامه راجل عجوز شكله يعني مش مخيف ولا حاجة. وهنا المخرج قدر بلقطة واتنين ان هو يكسب اهتمامنا. دي حاجة الفيلم بيعملها حلو جدا، ان هو بيتفتح زي بالظبط الوردة، كل طبقة تحتيها طبقة، كل طبقة تحتيها طبقة. فمع الوقت بيعرف يكسب اهتمامنا ازاي، وبيعرف يجذبنا لاحداث الفيلم. بيقول له الراجل العجوز اللي احنا بنعرف ان اسمه تريماجاسي ان هم في ليفل 48 او في الدور 48، وان هم هياكلوا بواقي ال 48 دور اللي فوقهم، واللي هيفضل منهم هو اللي هياكلوا الادوار اللي تحت. فطبعا جورينج بيحاول ينده على اللي فوق، فبيقول له مش هيردوا عليك. فقال له ليه؟ قال له عشان هم فوق. فبيحاول ينده على الناس اللي تحت، فبيقول له ما تندهش على اللي تحت. فبيقول له ليه؟ بيرد عليه ويقول له عشان هم تحت. الزنزانة فيها مربع في النص مفتوح، هو ده اللي بيشوف منه الناس اللي تحت والناس اللي فوق. المربع ده هو اللي بينزل فيه المنصة اللي عليها الأكل، اللي بتنزل من اول الدور 0 لحد تحت احنا ما نعرفش لحد فين، وبينزل عليها الاكل. بيقعد دقيقتين في كل زنزانه، مطلوب منهم ان هم ياكلوا في المده دي اللي هم عايزينه واللي يقدروا عليه، وما ينفعش ياخدوا من عليها حاجة، لأن بمجرد ما بياخدوا حاجة لو فضلت جوه الزنزانة أي أكل من على المنصة بيحولوا الزنزانة يا إما قمة البرودة يا إما قمة السخون. بعد كده المخرج بياخدنا فلاش باك بقى، وبنعرف هو دخل السجن ليه واختار ياخد معاه إيه. كل واحد بيدخل السجن بيختار معاه حاجة، وبيختار أكلة بيحبها عشان تنزل على المنصة. هو اختار ياخد معاه كتاب دون كيخوتي، ودي رواية مشهورة جدا عالميا ومن كلاسيكيات الأدب العالمي، وهي رواية شخص بيحاول إن هو يبقى نبيل، وبيحاول ان هو يعمل حاجة في العالم ويساعد الناس المظلومة، ولكن بيفضل محبوس الى حد ما في اوهامه وافكاره لحد ما بيتجنن تماما. وبنعرف ان هو دخل السجن عشان يعمل دبلومة، وفي نفس الوقت يبطل سجاير، وان هو هيقعد جوه 6 شهور. طبعا هو بيلاقي ان الاكل في حالة سيئة جدا لما بينزل له، فبيحاول ينادي على الناس اللي فوق يقول لهم نقسم الاكل وكل واحد ياكل بس اللي هو محتاجه. فبنلاقي تريماجاسي اللي معاه في الزنزانة بيقول له انت شيوعي. تفكير شائع جدا وسط الناس ان الشخص اللي بيتكلم دايما على الاشتراكية او ان احنا نقسم او ان كله يساعد بعضه بيبقى شخص شيوعي. فبيقول له الناس اللي فوق مش هيسمعوا الواحد شيوعي، فبيحاول يتكلم مع الناس اللي تحت ان كل واحد يسيب للي تحتيه. فبيلاقي تريماجاسي اللي هو شخص المفروض ان هو مسالم جدا بيقوم وبيتبول على ان الاكل اللي نازل للناس اللي تحت. جواه كراهيه شديده جدا دايما لاي حد تحتيه، لانه شايف ان هو اللي فوقيه بيعملوا فيه كده وهكذا. فهو لما بيبقى فوق بيأذي اللي تحتيه، ولما بيبقى تحت بيأذي اللي تحتيه اكتر وهكذا. بيسأل
تريماجاسي بيقول له هو في كام واحد فوق؟ فبيقول له ما تقلقش، العدد اللي فوق هيقل كده كده. فبيقول له ليه؟ بيقول له هتعرف. ففي اليوم الثالث وبعد ما بياكل بيلاقي واحد بيقع من فوق من الحفرة، فبيستغرب جدا ليه حد وقع من فوق. فبيقول له احنا هنا وكل ما بتنزل تحت بيبقى في صراع اكبر على الاكل، انت بتفكرش غير في هتاكل ولا مش هتاكل، هتاكل بكره ولا لا، الشهر الجاي هتروح في انهي ليفل. لكن الجماعه اللي فوق دول ما عندهمش مشاكل، انت شبعان. فطول ما انت شبعان انت عندك حاجات تفكر فيها، انت عملت ايه في حياتك، انت بتعمل ايه، مستقبلك ايه، فعندك مشاكل تفكر فيها. فالناس اللي فوق بتنتحر اكتر من الناس اللي تحت. في الحقيقة هو الى حد ما منطقي، لان مثلا لما نبص احصائيا هنلاقي ان معدلات الانتحار في بلد زي بلجيكا اكتر من دولة زي فنزويلا والفلبين اللي هم اقتصاديا اقل منها بكتير جدا. بعديها تاني يوم بنلاقي البلاتفورم نزل وعليه واحدة ست قاعدة في النص كلها متعاصة دم وماسكة سلاح في ايديها. فبيقول له ان دي اسمها ميهارو، وان دي بتنزل كل شهر عشان تدور على ابنها في دور من الادوار. فبيقول له هو في اطفال هنا؟ بيقول له ان هي بتقول ان ابنها موجود وبتدور عليه. طبعا كل ده كتير قوي على جورينج ان هو يتحمله. فبنلاقيه مع الايام واحده واحده بيبتدي يتحول لنسخه من تريماجاسي اللي قدامه، بيبتدي يبقى عنده لا مبالاه باللي تحت وباللي فوق، وبياكل كتير، وبيبتدوا بقى يلعبوا بالاكل هما الاتنين ويهزروا بيه، لحد ما في مرة فعلا بياكل لحد ما بيرجع، وده نقيض جدا لتفكيره. بعدها بتيجي نهاية الشهر وبيطلقوا عليهم غاز عشان ينيموهم، والمفروض ان هم هيصحوا اول يوم في الشهر اللي بعده في دور تاني خالص محدش يعرف ايه هو. تاني يوم بيصحى مربوط ومتكتف، وبيكتشف ان هم في الدور 171. طبعا ده كده في الاعماق الجحيم يعني. وان تريماجاسي اللي هو معاه في الزنزانة هو اللي ربطه عشان حاجتين. اول حاجه ربطه عشان خايف منه، لو جاع ممكن يقوم ياكله، وهو اقوى منه واصغر منه فهيبقى سهل عليه انه يعمل ده. الحاجه التانيه ان تريماجاسي نفسه خايف يجوع، فربطه احتياطي عشان لو ما فيش اكل نهائيا وما قدرش يستحمل ياكله. وبيقول له ان بعد 8 ايام هيبتدي يقطع منه حتت بسيطه ياكلوها هما الاتنين، وهيحاول قدر الامكان ان هو يكون حنين في التقطيع وما يأذيهوش جامد ولا يشوهه. وطبعا البلاتفورم بينزل من فوق فاضي تماما، لوكس، الاطباق والكوبايات نظيفه من كتر ما هي ما فيهاش اكل، حتى ان في قطع ازاز متاكل. بيعدي عليهم الثمان ايام دول كانهم شهر وفي عذاب بقى، ما فيش اكل نهائيا. فبيجي له بقى تريماجاسي بعد 8 ايام بيقول له بص بقى انا خلاص بقى انا يعني ايه محتاج اكل. فبيبتدي يقطع من رجله، وفعلا بيقطع منها لحد ما فجأة بينزل البلاتفورم وعليه ميهارو، وبتروح ضربة تريماجاسي وبتدي السكينة لجورينج بعد ما بتفكه. فطبعا بيهجم على تريماجاسي وبيقتله. وبعد كده ميهارو بتمشي مع البلاتفورم تاني، وبيفضل هو بقى مع جثة تريماجاسي في الزنزانة بتاعته يكملوا الشهر بالشكل ده. ومع الوقت طبعا بيبتدي ياكل منه لان مفيش حاجة تتاكل. اثناء ما ده بيحصل بيقطع بقى يودينا المطبخ تاني، وبنشوف الشيف متعصب جدا ومتضايق جدا. ليه؟ عشان في شعرة، لقى شعرة في الأكل. بعدها بيخلص الشهر وبيصحى في الدور 33 ومعاه واحدة ست، والست دي معاها الكلب بتاعها. طبعا مش فكرة صحيحة تماما ان انت تاخد في مكان زي ده الكلب بتاعك. اسمها ايموجيري والكلب بتاعها اسمه رمسيس. بعد كده هنعرف طبعا ان هي الموظفة المسؤولة عن التقديمات في السجن، وهي اللي تعمل المقابلات مع الناس قبل ما يدخلوا. فهي ما عندهاش اي فكرة ايه اللي كان بيحصل في السجن ده، وما عندهاش اي فكرة عن الموضوع تماما. هي فاكرة سجن عادي زي اي سجن، وبتقول له ان هو السجن فيه 200 درجة، وان لو الناس كل واحد اكل اللي يكفيه بس الاكل هيكفي، ده النظام بتاع السجن. وان لازم يحصل حاجه اسمها التضامن العفوي، يعني ان كل الناس تتفق بشكل ضمني كده بينهم وبين نفسهم ان هو كل واحد هياخد بس اللي يكفيه ويسيب للتاني اللي ما يكفيهوش، يعني يعمل لنفسه طبق ياكله ويعمل للي تحتيه طبق عشان ياكله، وهكذا لحد اخر درجه. بتقول ان بالطريقه دي الاكل هيكفي. هي مؤمنه ان السيستم شغال كده، وفعلا كل يوم بتعمل طبقين للناس اللي تحتها، وبتاكل هي يوم والكلب بتاعها بياكل يوم تاني عشان ما تاخدش اكل حد. فجورينج بيقول لها طب ايه الهدف من المكان ده؟ بتقول له عشان زي تجربة يشوفوا هل هيحصل التضامن العفوي ده بين الناس ولا لأ، وإيه الطرق اللي ممكن يحصل بيها. فهو بيقول لها هم ما عملوش المكان ده عشان يحفزوا حاجة زي التضامن وإن الناس تتعاطف مع بعض، بالعكس تماما هم عملوه عشان
يشوفوا الناس هتتضامن مع بعض ازاي وهيتعاونوا مع بعض ازاي ويقدروا ان هم يمنعوا ده من انه يحصل في العالم الواقعي بره. بعدها بتنزل البلاتفورم وعليها ميهارو وهي مصابة جدا وبتموت، بياخدها بيعالجها، بتصحى تاني يوم بتقتل الكلب رمسيس لانها شايفة ان الكلب بياكل اكل حد تاني تحت. بعد ما بتمشي ميهارو، هي ايموجيري بتقول لجورينج ان ميهارو دي جت من 10 شهور وان هي ما عندهاش عيال وما كانتش حامل ومفيش طفل اصلا ولا هي متجوزة، وان هي كان نفسها تبقى ممثلة وجت هنا واتجننت، فهي ست مجنونة مش اكتر. طبعا ده بيخبط حاجة بقى جوه جورينج لان ميهارو دي انقذت حياته وهو كان مؤمن فعلا ان هي عندها طفل. بيصحوا اليوم اللي بعدها في الدور ال 202 ده كده يعني في البلاعة. هي كانت فاكرة ان هم 200 بس، طبعا لما لقيتهم 202 انتحرت، فبيصحى من النوم يلاقيها منتحرة. بعدها مخه بيضرب تماما، بقى شهر كامل ما فيهوش اكل وبيهلوس، فبيبتدي ياكل الكتاب اللي معاه. بيعدي عليه الشهر طبعا بعذاب. بيصحى بعد كده في الدور السادس وبيلاقي معاه واحد مهايبر مخه ضارب تماما اسمه بهارات. وبهارات ده بقى بيحاول ان هو يطلع لفوق، عايز يهرب من السجن بس عن طريق انه يطلع لفوق، فبيرمي الحبل اللي معاه للناس اللي فوق، بيقولوا له هنساعدك، وبعد ما بياخدوا الحبل بيفكسوا له تماما، فبيتعصب جدا. بيقعد معاه جورينج وبتجيله فكره ان هم ينزلوا على البلاتفورم لحد تحت خالص ويجبروا الناس ان كل واحد ياخد اللي هو عايزه بس من بعد الدور ال50، لانهم شايفين ان اول 50 دور بياكلوا كل يوم، فمش مشكله ان هم يعدوا يوم ما ياكلوش. واثناء نزولهم لحد ما يوصلوا لتحت خالص وبعد كده يطلعوا مع البلاتفورم لحد فوق ويهرب بهارات لو هو عايز، وجورينج هيرجع تاني للمكان اللي هو فيه. فبيعملوا ده فعلا لحد ما بيوصلوا لدور فيه راجل حكيم، فبيتكلم معاهم وبيقنعهم ان هم لازم يوصلوا رساله للاداره. ايه الرساله للاداره؟ ان هم يختاروا نوع اكل على الترابيزه على البلاتفورم ويقرروا ان هو يرجع تاني للاداره سليمه. فالاداره تتساءل ازاي ده رجع سليم، ازاي عدى على كل الادوار دي ومحدش كله، يبقى في حاجه بتحصل في المكان ويفهموا ان طريقتهم غلط. ففعلا بيقرروا ان هم هيخلوا نوع من الحلويات اسمه باناكوتا وبيشيلوها في النص وبيحموها بدمهم بقى. طبعا هم بينزلوا بقى لحد الدور ال50 بالعافيه، ما بياكلوش حد، بينزلوا تحت. طبعا اول شخص بيكلموه ما بيسمعش الكلام بيروحوا ضاربينه على طول. فبيبتدوا بقى ايه في رحله بقى من العذاب والمرار وحرب اهليه بقى بل ما يوصلوا لتحت. هم فاكرين ان السجن 250 دور بس، فاثناء بقى الرحله دي بيقتلوا تقريبا نص الناس اللي موجوده في السجن لان الناس عايزه تاكل اكتر او ناس عايزه تبوظ الاكل. مونتاج بقى من المرار، يعني اكل وضرب وحاجات كتير جدا. وكل ما بينزلوا اكتر كل ما السواد بيزيد لحد ما بيوصلوا لادوار عامله زي مدن الاشباح بالظبط، مفيش حد فيها عايش. وهنلاحظ ان الناس اللي ميته تحت مش ميته من الجوع خالص، هو الجوع مجرد حافز بالنسبه لهم، هم ميتين من العنف. الناس قاتله بعض، كل ما بينزلوا اكتر هم الاتنين مصابين ومتبهدلين تماما بقى، يعني كميه اصابات وجروح في كل حته لحد ما بيوصلوا الدور 333 اللي هم يعني بعيد جدا عن اللي هم كانوا فاكرينه النهايه. والبلاتفورم بيقف، بيبصوا بيلاقوا طفله صغيره قاعده في الدور ده لوحدها، وده طبعا غير منطقي تماما ان الدور ده المفروض يبقى فيه اتنين. وتاني حاجه ان مفيش اصلا اطفال في السجن. فبينزلوا يشوفوا الطفله دي وبعد كده بيباتوا الليله هناك جنب الطفله عشان يحموها، وبيلاقوها جعانه جدا فبيدوها البناكوتا اللي معاهم بتاكلها طبعا كانها ما شافتش اكل بقالها سنين. وبيقرروا بقى ان الطفله دي هي رساله وان هم هيحطوها على البلاتفورم ويطلعوها لحد فوق. بهارات بيموت. بعد كده بيركب جورينج على البلاتفورم هو والطفله وبينزلوا تحت. بيقابل شبح او هلوسه لتريماجاسي اللي كان معاه في اول زنزانه، وبيقول له انزل بقى خلاص انت رحلتك خلصت، سيبها هي تطلع والرساله مش محتاجه ان حد يحملها. فبينزل معاه وبعد كده البلاتفورم بيطلع كله لفوق وبيمشي بقى جورينج وتريماجاسي. بعد ما بيبص بقى جورينج لفوق بيلاقي نور وبعد كده بيمشي في الظلام وبينتهي الفيلم. فيلم ذا بلاتفورم هو فيلم ذكي بس مش قوي. هو المشكلة هنا ان الفيلم رسالته واضحة جدا زيادة عن اللزوم، فالناس ما بتفكرش ايه اللي ورا الرسالة او ابعادها ايه، فكله بياخد الرسالة الواضحة اللي باينة جدا بره مكتوبة على الفيلم، فما بيدعوش اللي بيتفرج ان هو يبحث اكتر او ان هو يفكر اكتر. الفيلم معمول حلو وان كان بيحتاج ان احنا نعمل حاجة اللي هي suspend belief، يعني ان احنا تمام انا هعدي، انا هفترض ان ده ممكن يحصل وهكذا، لان الفيلم شكله واقعي، هو ما بيديناش اي احساس بالفانتازيا. بس
ده نوع من السينما اسمها الماجيكال رياليزم. الماجيكال رياليزم ده يعني ممكن يختلط بالخيال العلمي احيانا، ودي حاجة مشهور بيها الكتاب الاسبان جدا تحديدا. انت لو صدقت عالم الفيلم، الفيلم ممتع جدا مع انه عنيف بشكل رهيب. الفيلم بيستخدم الكلوز ابس، يعني هنلاقي الكاميرا قريبة جدا من الاشخاص، خصوصا لما يكونوا لوحدهم او بيكلموا حد. دايما يجيب لك شخص من الاتنين حابس التاني في الكادر، مع ان الاوضه واسعه. لما بيجيب حد منهم لوحده او بيجيبه بقى بالنسبه لعلاقته مع الاوضه بيجيبها واسعه. ده دليل ان هم اللي حابسين بعض هنا، او هم اللي حابسين نفسهم جوه دماغهم جوه الزنزانه. يعني المشكله هنا مش في السجن، المشكله هنا في الناس. هنقول هنا ان الفيلم ده نوع من الفنون اسمها ميتا فيكشن. الميتا فيكشن يعني احنا كمشاهد احنا جزء من الحدث نفسه، يعني الفيلم بيعلق عننا وعنه، فاحنا جزء من القصة وجزء من خط سير الاحداث، واحنا برضو جزء من الرسالة، احنا جزء من الشخصيات اللي جوه الفيلم، فاحنا الى حد ما بنشارك في احداث الفيلم. زي ما قلنا مفيش حاجة في الفيلم بتتفتح احنا مش فيها، وكل حاجة بيشوفها البطل احنا بنشوفها وماشيين معاه في القصة خطوة بخطوة، ما عدا المطبخ. ده الحاجة الوحيدة اللي احنا شفناها والبطل ما شافهاش. كلمة الهويو اللي هو اسم الفيلم الأصلي بالأسباني معناها الحفرة، فهو اسمه مباشر جدا على الفيلم نفسه. الفيلم بيتكلم عن حفرة كل ما بتنزل فيها كل ما بتلاقي طبقات، والسجن ده عبارة عن 333 دور، يعني في 2 في كل دور، يعني 666 شخص. و666 ده رمز بقى موجود في الأفلام وفي القصص عن أن هو رمز الجحيم، فاللي هو بالتشبيه هنا الحفرة دي بالجحيم. وطبعا قربها جدا من الجحيم بتاع دانتيز ديفاين كوميدي، او الكتاب اللي فيه الجحيم طبقات وبيوصفها وبيوصف الناس اللي فيها بيعملوا ايه. فالفيلم الى حد ما بيحاول يشبه الاحساس العام للفيلم بان هو ده الجحيم. السجن نظامه هو النظام بيسمى اثناء الفيلم بالمركز العمودي للاداره الذاتيه، يعني ان السجن ده بيدير نفسه، محدش بيتدخل، مفيش امن مفيش حراسه. في الاخر السجناء هم اللي هيحددوا مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت، اللي فوق يقدر يسيب للي تحت، لكن هو محتاج ان كل الصفوف تتعاون مع بعض عشان في الاخر يبقى في عدل كامل. ولكن السيستم نفسه فاسد. يعني لو قعدنا بقى دققنا في الامور هنلاقي ان مستحيل على البلاتفورم ده يكون فيه 666 اكله، لان كل شخص المفروض ان هو بيختار اكله، والمفروض ان هو بينزل لهم كلهم الاكل اللي هم اختاروه. والجشع بيحصل لما حد بياكل اللي هو اختاره واللي حد تاني اختاره. ولكن اثناء الفيلم كله الترابيزه دي معلهاش 666 اكله، يعني من الاول اللي نازل اقل من اللي مطلوب، اللي نازل للناس اقل من اللي هم طلبوه. ففي الاخر كده السيستم اصلا فاسد. يعني السيستم معمول بحيث ان الداخل فيه اقل من اللي هو محتاجه. جورينج بيمثل المثقف النظري، المثقف على الورق، المثقف بتاع الكتب. يعني هو شخص ما اختبرش افكاره دي في ارض الواقع، عشان كده لما اتصدم بيها في الواقع واتصدم بمستوى الاختلاف، مستوى التفكير اللي عند الناس، هنلاقيه ان هو اتجه للامبالاه وبعد كده اتجه للعنف، والاتنين بيتعارضوا مع مبادئه النظريه. فعشان كده اللي زي ده في الاخر بقى خالص لما ضحى بنفسه هو وبان هو ينجح وبان هو يوصل، وقرر ان هو يسيب الرساله توصل لوحدها، شاف بقى النور. ودي فكره عامه عن زي رحله هزيمه الايجو، ان شخص يهزم الكبر اللي جواه وفكرته عن نفسه عشان يوصل حاجه تانية ملهاش علاقة بيه، هو مش هيكسب منها حاجة. فبالطريقة دي يكون هو وصل لمرحلة العليا بقى من التنوير وبقى فعلا شخص متنور. الموظفة إيموجيري هي بتمثل البيروقراطي اللي بس بيشتغل زي الآلة، لكن هو مش فاهم نهائيا شغله ده بيؤدي لإيه. هو بيبعت الناس على السجن بس هي ما عندهاش فكرة إن اللي بتبعتهم دول بيعملوا إيه أو بيحصل فيهم إيه. قعدت 6 سنين تقريبا شغالة في السجن ده تحديدا، ما عندهاش اي فكرة السجن شغال ازاي ولا نظامه ايه، ما تعرفش حتى السجن كام دور. وبعد كده بتفتكر ان هي في خلال 10 شهور هتقدر تصلح اي حاجة من اللي هي عملته. تريم مجاسي بقى ده هو ده الحكاية بقى. الراجل اللي هو كان زميله في اول زنزانة، ده بيمثل الطبقة الوسطى من المجتمع، بيمثل الأنانية، بيمثل الشخص اللي الخوف هو دفعه في التحرك في ناحية كل حاجة.
الشخص اللي ما بيعملش اي حاجه خالص غلط بسببه، هو بيعمل الغلط عشان هم اضطروني اعمل كده. انا باذي اللي تحتي عشان اللي فوق خلوني اعمل كده. انا باكل كتير عشان الاداره اضطرتني اكل كتير. انا باكل دلوقتي عشان خايف ما اكلش الشهر الجاي، وهكذا. عنده دايما نظره دونيه ناحيه الناس اللي تحته، بياخد بس اللي في مصلحته. يعني الشهر اللي هو قاعد فيه في دور حلو كل حاجه تمام، قبل ما يبتدي الشهر اللي بعده تلاقيه يقول لك انا اؤمن بالله هذا الشهر. يعني هو في الشهر اللي هيتزنق فيه بيلجأ لربنا، لكن في بقية الشهور ولا الهوى، هو عايش مبسوط دلوقتي. كلمة اوفيو اللي بيقولها أثناء الفيلم 26 مرة، الكلمة دي معناها obvious، يعني بالتأكيد أو حاجة واضحة. هو بيتكلم عن ان هو تقريبا شايف ان هو عارف كل حاجة، فدايما مفيش حاجة بيقول ما بعرفش. مفيش نهائيا طوال مشاهده في الفيلم كلها مفيش حاجة ما يعرفهاش. كل حاجة بيرد عليها بان هو اكيد عارف، او ان هي واضحة يعني مش محتاجة ذكاء. فتريماجاسي ده بيمثل احقر نوع من البشر. البنت الصغيرة دي بقى اللي احنا بنشوفها دي، اللي هي المفروض ان هي بتمثل الرسالة دي، عبارة عن يعني احنا لما نشوف بقى ان هم ميهارو ماتت فدي ظهرت بعد كده، دي بتطلع بقى على البلاتفورم. فانا عندي تفسير ان هي البنت دي غالبا هي ميهارو، بعد كده بتكبر وبترجع تنزل تاني وبتفضل بقى السايكل دي شغالة على طول. لو افترضنا بقى ان في حاجة يعني سريالية شوية في الموضوع وان الفيلم مش واقعي 100%، فده احتمال وارد جدا، خصوصا ان هي شبهها جدا فعلا، وان مستحيل يكون في طفلة في الدور ده ولسه عايشة، شيء غير منطقي تماما. وان المفروض اصلا ان السجن مش 333 دور، فالدور ده المفروض نظريا ان هو مش موجود. وبيقولوا ان ميهارو كانت بتنور على ابنها، دي بنت مش ولد. فنظريا اللي انا شايفه ان البنت دي هي ميهارو، وان هي بتفضل كل شويه حد ينزل ينقذها وتروح طالعه وبعد كده تنزل تاني وهكذا. مين بقى ميهارو ومين البنت دي؟ دور الطبقه اللي في المجتمع اللي محدش عايز يشوفها، المهاجرين او الناس المتهجره او الناس الطبقه المطحونه اللي ملهاش وجود، اللي الاسهل ان احنا نتجاهل وجودهم عشان مشاكلهم كبيره جدا لدرجه بتحسسنا بالتقصير وبتحسسنا بالمضايقه، فبنختار ان احنا نتجاهل ان هم اصلا موجودين. بس بنشوف منهم حاجه واحده وهي العنف، هو المفروض ان هو رد فعل على الاوضاع اللي هم عايشين فيها. فيلم الهويو او ذا بلاتفورم هو فيلم ذو رساله واضحه جدا لعالم مشاكله واضحه جدا. الفيلم مش محتاج ان هو يحط رساله بشكل مخفي، لان مشاكلنا مش مخفيه، احنا مشاكلنا بقت مفضوحه. احنا بقينا كل حاجه واضحه جدا في الوضع اللي احنا عايشين فيه. سعي جورينج ان هو يبقى بطل بيخليه في الاخر زي روايه دون كيهوتي اللي هو بيقراها طوال الفيلم، بيخليه في الاخر يقتنع ان هو نجا او ان هو عمل حاجة او وصل رسالة. ففي نظري هو اصلا كان بيموت في النهاية وما وصلش نهائيا ل 333، وان هو البنت دي مش موجودة، وان هو كل ده في خياله. بيحاول يقنع نفسه ان هو وصل لحاجة، لان منطقيا هو مستحيل ينجو. ده اصلا اللي خلى واحد زي بهارات اللي هو كان اقوى منه واكبر منه بكتير مات. مفيش اي سبب يخليه هو يعيش، لان النهاية كلها بقى دخلت في حالة من الهلوسة، خصوصا ان هو كان ابتدى يهلوس قبلها بكتير. والحقيقة هي ان لا هو ولا غيره هيقدروا يغيروا السيستم ده طول ما العالم ده كل واحد فيه خايف. اللي تحت خايف من اللي فوق لحسن ياخد نصيبه، واللي فوق خايف من اللي تحت لحسن يأذيه. وهنا نتكلم عن حتة الميتا فيكشن، ان الفيلم مش بيدعونا نهائيا ان احنا نغير. الفيلم مش بيدعونا نهائيا ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض ونشوف. الفيلم بيدعونا لحاجة تانية. الفيلم بيلفت نظرنا لنقطة تانية خالص، ان اثناء خلافاتنا دي كلها، واثناء ما المثقف بيقول للغني سيب للفقير، والغني بيشتم في الفقير عشان عايز ياخد منه، والفقير بيشتم في الغني عشان بياخد حقه، اثناء ده كله ما بيحصل في تحت خالص بقى في الطبقات المنسية، في الحتة اللي محدش شايفها، اطفال مش لاقية، اطفال جعانة، اطفال ما عندهاش فرصة. فكل ده بيؤدي الاجيال في المستقبل هتكرر نفس اللي بيحصل دلوقتي، مش بسبب الجوع ولكن بسبب الخوف من الجوع، الخوف من اللي فوق والخوف من اللي تحت، والخوف من السقوط من الدرجة دي لدرجة أسوأ منها. فالفيلم عايز يوصلنا في الآخر إن إحنا لو كده كده مش هنقدر نعدل ميزاننا، ولو كده كده مش هنقدر نبطل خوف، يبقى على الأقل نسيب حاجة للي جاي غير الخوف.
فيلم ذا بلاتفورم هو فيلم من إنتاج أسباني واتعرض على نتفليكس وفي فترة كوفيد، فكان الناس مركزين جدا مع الستريمينج سيرفيس ساعتها. الفيلم حصل مشاهدات عالية جدا، عمل ضجة كبيرة جدا على مستوى العالم، لأن موضوعه كان قريب جدا من الحالة اللي الناس بتعيشها ساعتها من الإحساس بالقهر والظلم والحبسة. فالفيلم كسب جايزة مهرجان تورونتو في جايزة اختيار الجمهور، وحصل على 12 جايزة تانية و24 ترشيح. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 7/10، وعلى ميتا كريتيك الفيلم واخد 73/100، وعلى روتن توميتوز الفيلم واخد 72 من الجمهور و79 من النقاد. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.